نور، أقول لك شيء تنصدمين منه. كل الناس اللي عندهم تأنيب ذات، كل البشر اللي عندهم تأنيب الضمير وتأنيب الذات، احنا بعلم الرايك هو اللي علم النفس، علم الصدمات والتروما، نعتبرهم من اللي عندهم جنون العظمة. ليش أنا حساس؟ أنا أتحسس من نظرة الناس. ليش؟ لأني أنا لازم أظهر قدام الناس أن أنا أحسن واحد، فلو ما ظهرت أحسن واحد وتحسست أمرض. فاحذري جنون العظمة، احذري الغرور والكبرياء. كل الناس المنطويين واللي عندهم يعرقون لما يشوفون العالم ويخافون ويستحون، هذيلا جواهم كبرياء زائف. ليش؟ لأن يشوفون نفسهم من داخل هم أحسن من الناس. هي اسمها حساسية. أنا أتحسس. ليش أتحسس؟ طب خلي الناس تنظر لي إني أنا مو زين، وشو سوات؟ لا، لازم ينظروا لي أنا زين، أنا أتحسس، لازم أطلع قدامهم بأفضل صورة. ليش؟ لأني مغرور. أنا شايفني، بس هو اللي يكون صاحب الحالة ما يدري إنه عنده هاي الفكرة، ما يدري إنه عنده جنون العظمة. احذري ماما حبيبتي من هذه الفكرة. قولي طز باللي يشوفني حلو واللي يشوفني مش حلوة، اللي يشوفني غنية واللي يشوفني فقط، طز بكل الناس. المهم أنا أشوف نفسي صح وأمشي صح ولا تحسس. واللي يقول لك أنت حمارة قولي لا عادي، ما طلع لي ذيل، ما صرت حمارة، إذا الموضوع ما يمسني. طز، خلي شعارك الطز ولا تتكبرين من داخلش وانت ما تدرين. الحساس والمنطوي واللي هذه كلها سببها الغرور الداخلي اللي احنا ما نحس فيه. وخفي عصبية وتحممي بماي بارد، زيت اللوز المر وزيت الشاي. ويا حبيبتي تغريد. شوفي، على المستوى الروحاني الطاقي، الطفل حسب فلسفتي اللي أنا درستها يختار الأم والأبو اللي ينزل من خلالهم إلى الدنيا. تمام؟ هاي فلسفتي. ما جاء الطفل اللي يبي إلى الآن يختار. هذه واحدة. اثنين، ممكن الله سبحانه وتعالى عارف في هذا الحمل ضرر بهاي المرحلة لك مو بزين، في بلا بعيد الشر يصير شيء، يصير مصيبة، فربي مانع عنك هذا الضرر. تخيلي. وممكن الله سبحانه وتعالى عارف ان هذا الطفل لو جاء ممكن ما يسبب ضرر في الحمل والولادة، ممكن وجوده في الحياة بهذه المرحلة ضرر له، هو مأجله في مليارات الأسباب. خليه يجي متى ما يجي، إذا ما فيك شيء، ونظمي هرموناتك، روحي كيتو. شكرا يا قلبي، I love you. شكرا يا قلبي. ويفديتها حبيبتي، تسلمي لي قلبي. ويفديتها حبيبتي، تسلمي لي حبيبتي أم كيان. الله إن شاء الله يسهل عليكم ويوفقك، ولا تعلقين. إن بنى ما بنى طص فيه، بعدين بالآخر لا مرضتي خلين ينفعك البيت والحجر والطابوق. قولي يا رب. لا تعلقين في الفكرة. إن بنى ما بنى، أهم شيء صحتك. احذري بليز. هاي حبيبتي تقول هل اللولب بيغير الهرمونات؟ أكيد. يسوي، ما بتكلم. المهم انه يسوي اشياء مو زينة. زين. زيادة وزن وتعب عام، ألم في الظهر. ألم في الظهر تشيكيلي على الكلى، روح يسوي لي فحص الأملاح. تمام؟ أملاح الكلى، أنزيمات الكبد، أنزيمات الكلى، اعملي لي فحصهم، اعملي حجامة. ومليون فيديو جاوبت عليه كيف تنظمين هرموناتك، على اللي جاوبت عليهم. وتابعي دكتور كريم علي، تابعي دكتور بيرك، تستفيدين جدا بتنظيم الهرمونات. روحي كيتوجينيك دايت، كيتو دايت بالنسبة لك رائع. واعملي فحص الكلى أول، خلينا نشوف الأملاح. حبيبتي شموس، أنا من بلجيكا، أنا تعبانة، زوجي ياخذ كل راتبي وكارهته وما أطيقه، وإنه ظالمني وياخذ حقي. تبين نصيحتي؟ إيش تبين نصيحتي؟ يعني مظلوم قاعد ويا ظالم. المشكلة في المظلوم ولا في الظالم؟ المشكلة في المظلوم، راضي إنه ينظلم، مكمل في الظلم، حاب شعور إن أنا مظلوم. تتكلمين ولا تمزحين؟ حاسة مظلومة وحاسة أن فوقش ظالم. الله سبحانه وتعالى جعل الرجال قوامين على النساء بما أنفقوا. وين القوامة؟ هذا حمار رجلك. بس أنت راضية، فدام راضية it's your call.
هبة حبيبتي تقول ازاي المرأة تقدر تنجح في حياتها وتتخطى اي علاقة فاشلة، وازاي تقوي الثقة في نفسها. بسيط الموضوع. العلاقة ما في شيء اسمه علاقة فاشلة، في شيء اسمه أنا تعلمت تعلمت من هذه العلاقة. شنو تعلمت؟ ممكن أنا تعلمت إنه أنا هذا اللي سويت معاه علاقة طلع مبسبس. ممكن تعلمت إنه أنا مبسبس يعني أختك، يعني أختك مو يعني أختك نفسيا، يعني مو برجال، فاهمة؟ فاهماني يا هبة؟ ممكن اني انا اللي سويت معاه علاقة طلع بخيل، ممكن اللي انا سويت معاه علاقة طلعت انا ما عرفت اتعامل معاه، فنكست تايم اعرف اتعامل. وممكن اللي اهم من ذا كله اسباب انه العلاقات تفشل انه انا افضل الشخص على نفسي، فونس انا افضله على نفسي هو حيدوسني بالجزمة القديمة. ده اللي لازم تتعلميه. ازاي تقوي؟ حبي نفسك، قولي انا ثم انا ثم انا ثم. هلا حبيبتي غوالي، شكرا على كلامك الطيب. عندك وجع أسفل الظهر وأنا مو كبيرة في العمر ولا متينة، شلون أعرف السبب؟ شنو العلاج؟ مبدئيا لازم تسوين حجامة مبدئيا. 2، تفحصين لي أنزيمات الكلى وسونر على الكلى وأملاح الكلى، وتسوين حجامة، وتشربين ماي شعير. تجيبين شعير من الأورجانيك سوبر ماركت، شعير أورجانيك، تاخذين حفنة اليد بلتر ماي، تغلينه لين يتغير لون الماي، وتشربين يوميا لتر شعير شهر شهرين لين تنظف الكلى، وتبتعدين عن كل الضرر، السكريات، منتجات الحليب والألبان والزيوت المهدرجة حجية والجلوتين القمح، تمام؟ وتعملي لي الفحوصات اللي قلت لك عنها، تشوفي لي كل فحوصات الكلى، وتسوين حجامة ضروري ضروري ضروري، وردي لي خبر أمي. سلامتك قلبي. ندى تقول شمس ولدي عمره 22 سنة ويدخن، وايد نصحته ما ينفع معاه. شوفي هذا العمر صعب النصيحة معاه، بس في عشبة اسمها لوبيليا تلاقينها في آي هيرب قطرات، هي مكونة هذه العشبة من تبغ الهنود الحمر. هذا هو تبغ، بس هو ينظف الرئة توتالي، ويخلي الشخص يكره السيجارة من نفسه من غير ما تتدخلين. انت اللي عليك انه تعطي له العشبة 3-4 مرات في اليوم، يعني تقطرينها كاملة، القطرة كاملة في شوية ماي وتعطينها له. اسمها لوبيليا على الاي هيرب، تاخذينها من الاي هيرب ولا امازون، رائعة جدا وراح تكرهها في السيجارة من نفسه، لأنه في هذا العمر ما تقدرين تسيطرين عليه، صعب 22 سنة أعرف، فلا تقهرين نفسك. بس اللي تقدرين تسوي تقنعينه ياخذ اللوبيليا. إذا أخذ اللوبيليا بعد أسبوعين حيهد السيجارة من نفسه، ما حيستصيغها، لأن الرئة راح تنظف وراح النيكوتين اللي في اللوبيليا I love you. I love you. يا عمري thank you so much. I love you so much. thank you. يا عمري thank you so much. حياتي على السؤال، سؤال جميل جدا. الناس كلها مخشوشة فيه، مو عارفة تحب نفسها. صح صح، الطرح عجبني جدا. أول شيء ما في شيء اسمه أنا أناني، في شيء اسمه أنا أحب نفسي، لكن أنا ممكن مرات أحب نفسي من خلال العطاء. روحي يدار مسنين، روحي يدور أيتام، روحي هاي العالم المحتاجة حب، أعطي حد حب، بس تفرحين راح تحبين نفسك. حب بس أجين ما في شيء اسمه أنانية، لا تفضلين حد على نفسك توتالي. أوكي، بس ممكن في شخص هو العطاء يخليه يحب نفسه. روحي اعطي، شوفي المحتاج، شوفي الفقير، حتى لو الطيور اللي في السماء الحين في صيف وحر حطي لها ماي، الحيوانات، كل هذا حيخليش تحبين نفسك. احتكي في الطبيعة، في مخلوقات الله، مو ضروري البشر. ويفديت روحها أمونة قلبي أنتي قلبي، ويفديت روحها أمونة قلبي أنتي قلبي. هذا صديقنا يقول أنا أبي أخسس البطن، افحص كبدك ليكون عليه دهون. دايما عند الرجال لما يكون الجسم تمام وعنده بس البطن أكثر شيء وصدره شوي، يعني صدره مترهل أو صدره شوي، معناه عنده تثدي، معناه عنده مشكلة في الكبد، عنده دهون على الكبد. اعمل سونر للكبد، اعمل فحص أنزيمات الكبد، ونظف كبدك. ادخل على اليوتيوب شوف كريم علي شنو قال عن تنظيف الكبد، واجد دكاترة تكلمون، دكتور بيرك، تمام. بعدها الحالة كرشك راح ينزل. وإذا كان كبدك نظيف وما فيك شيء، سكر فمك، العب رياضة بطن وخلاص. بس أنا شاكة في الكبد.
سؤال جميل جدا. مرحبا شمس. علماء النفس وعلماء الطاقة وعلماء الدين حاسة اني تايهة بينهم، وكثر كلامهم متعارض، وكل شخص يقنعك بفكرته وكلامه. انا حياتي كلها متلخبطة. نصيحتي خذي تسلكي درب واحد بس، طبقيه، لان انت اخذتي واجد معلومات ولم تطبقين فضعتي. كثرة المعلومات تسوي يعني يقول ولا تسألوا عن أشياء، بسم الله الرحمن الرحيم في القرآن، ولا تسألوا عن أشياء أن تبدو لكم تسوءكم. ترى مو كل شيء لازم نعرفه، لأن مرات المخ ما يتحمل فيعمل إيش؟ يعمل شت داون. you don't need to do that. كل اللي مطلوب من عندك تعملين ريلاكس، تاخذين بريك من كل هالمعلومات الخايسة، وقفيها كلها، سوي أذكار قرآن وبس، ولا تسمعين ولا الحد حتى الشمس، اوكي؟ وبس بعدها استمعي للطبيعي، الطبيعة. شوف العصفور شو يقول لك، الشجرة شو تقول لك، الله يخاطبك. عمري ألف سلامة حبيبتي. هذا على الأكيد، يعني إذا الله ما كذبني 99% نقص مغنيسيوم. خذي شيء من آي هيرب اسمه مغنيسيوم كومبلكس which is أفضل شيء، تمام؟ وردي لي بعد أسبوع ما تاخذي المغنيسيوم، قولي لي شنو صار معك. على الأغلب بيكون بالمستوى الجسدي، المستوى الجسدي نقص مغنيسيوم. على المستوى النفسي بيكون في يا مشاكل مع الأم، مع الأب، مع الأخوان، يعني حاجة عائلية أنت مو قادرة تتجاوزينها. فكري وش اللي مضايقك في العائلة وشيلي وطنشي وتسامحي مع الكل، تمام؟ مغنيسيوم خذيه وراح تدعي لي. يا أختي تصدقين رسالتك خلتني رديت قري على الكنب. 12 سنة معاشرة واحد، شايفة منه كل هذا وساكتة، والحين تضايقته. ليش بيروح يبلي واحدة ثانية غيرك؟ ذا بيبلي الثانية، ذا مسكينة الثانية اللي بتاخذه، ما تدري لهالبلاوي اللي فيه. اختي انتي ظلمتي نفسك، وما نظلمكم ولكن أنفسكم تظلمون. سبحان الله، ربي ما يظلم حد. شفتي منه كل هذا 12 سنة وجالسة تسألين تصرفه صحيح أم أقول لك سوي لي بلوك أختي، سوي لي بلوك. رحاب تقول بليز أحكي كيف نتخلص من الخوف الفجأة، أحس قلبي بيوقف وضيق وضيق الدنيا فيني. رحاب حبيبتي، طبعا ممكن في ناس تضحك على هالموضوع لأنهم ما يدرون. الكلى لما يكون طاقة الكلى متسكرة، لما يكون مجرى الكلى متسكر يحصل خوف للإنسان، لأن الكلى هي المسؤولة عن الخوف داخلك ومسؤولة عن قلة الهمة داخلك. لو عالجنا الكلى ونظفناها الخوف يروح. ادخلي يوتيوب وشوفي شنو الطرق اللي ينظفون فيها الكلى، ووقفي كل الضرر اللي يضر الكلى. الكلى ثم الكلى ثم الكلى، اللي أي حد يشكي من الخوف نظف الكلى، فرقبتي على مسؤوليتي. جوج ممكن تقول آية شمس ذبحني التفكير في كل حاجة، تصرف أشخاص، أي شيء حتى لو تافه، وربي ضيعت بيتي وعيالي، ما أدري إيش فيني، وجسمي معدود وألم عظام. طبعا أنت عارفة وش مشكلتك، أوكي؟ هذا اسمه الكبرياء، أني أنا أفكر لأني أنا أبي كل اللي أفكر فيه تحقق، وأبي الكون يمشي مثل ما أنا أفكر، أو الدنيا فيها غلط. خذي بريك، استهدي بالله، الدنيا ما تسوى. أنت محتاجة تواضع داخلي من داخل ذاتك، ومحتاجة تقبل الأمور، ومحتاجة تفهمين أن الدنيا تمشي من غير شورك، تمام؟ ومن غير تفكيرك، وينتهي تفكيرك. تفكير بالآخر لو زاد يؤدي الصاحبة للانتحار، يعني حتى يموت منتحر، حتى الملائكة ما تحبه، حتى ربي سبحانه وتعالى ما يشوفه. فقرارك كيفك. هلا حبيبتي ميشو، يا ليت تتكلمين عن مواضيع الوعي لأنها جدا مفيدة وأنا استفدت منك كثير، الله يجزاك خير، خصوصا موضوع النوايا. لكن في شيء ما لقيت له جواب، الاستغفار، وكثير تكلموا عنه لكن أبغاكي تشرحينه من ناحية. طيب الله يجزاك خير ويوفقك حبيبتي. الله سبحانه وتعالى يقول يجعل السماء لهم مدرارا، المستغفرين. لكن الاستغفار هو عبارة عن عمل نسويه وذكر نذكره، إذن هو حركة جسدية وحركة فكرية وقلبية وعملية.
لازم كلهم عشان مبدأ الاستغفار يمشي. ابتدي في الذكر انه استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، استغفرك رب وتوب اليك. ابتدي سوي 1000 مرة، 2000، 3 في اليوم. عل وعسى هذا الذكر ياخذك للاستغفار العملي في الحياة، والاستغفار القلبي والاستغفار الفكري. هذا هو الاستغفار وجهة نظر. حبيبي فوفا ألف سلامة عليه. أول شيء لازم تآمنين إنه ما في شيء اسمه مرض وراثي، في شيء إن احنا فعلنا هذا الجين الوراثي. ليش؟ لأن ربك لا يظلم أحدا. معقولا في حد في مصيبة ربي ورثها الطفل ما له ذنب؟ ما تركب. احنا فعلنا هذا الجين الوراثي لما انت كنتي حامل فيه، لما مشكلة، لما شيء. بس ان ربي يظلم، انا ما آمن بالامراض الوراثية قطعا. أنا آمن إن أنت فعلت الجين الوراثي، أنت بنفسك أو أمك السبب وهي حامل فيك، أو أبوك whatever. تمام. العلاج راي بصراحة ألمانيا عند أركاديا، عيادة أركاديا، على الله يكون عندهم أركاديا في ألمانيا، راسليهم شوفي إذا في عندهم حلول. والميكروبايت. فهد حبيبي يقول أنا كيتو أحتاج نصيحتك. نصيحتي في الكيتو ما تتخلى عن البوتاسيوم اللي هو من الأفوكادو ومن خل التفاح الأورجانيك العضوي. دير بالك تتخلى عنهم عشان الكلى ما تتعب، لأنك محتاج تعلي البوتاسيوم في الكيتو. وكل أكلك في الكيتو لازم يكون خالي من الهرمونات والمضادات الحيوية، لأن بعيد الشر راح نصلح شيء ونخرب شيء. وماكسيموم في الكيتو 6 أشهر، من بعدها تروح لو كارب، بعدها تروح ميكروبايتك. هذه نصيحتي لك. سلوى تقول تبول الطفل ليلا ملحل، بيكون عنده ضعف في الكلى بسبب خوف. نظفي له الكلى بالبينز اللي اسمه الكدني بينز او شافي الكلى. اعملي سيرش شيء شافي الكلى، حبوب شافي الكلى، فوريها له وشربيها مية مدة شهر، راح تقوى الكلى عنده. وسوي له كمادات زنجبيل على الكلى. كمادات، ادخلي يوتيوب اكتبي كمادات الزنجبيل للكلى مريم نور، ما تاخذين من حد غير مريم نور. زنجبيل، كمادات الزنجبيل للكلى وشافي الكلى، الفاصوليا مايته يشربها، هم شوفي طريقتها على اليوتيوب. وإن شاء الله بعد شهر تقوى الكلى عنده وتضبط، لأن عنده خوفه، في حد خوفه وهو صغير، وتروح وتوقف عنده على ضمانتي بإذن الله. وعقب كلميني وقولي لي تشافى وأموره طيبة. راجعي هذا الفيديو والمعلومات اللي أعطيتك. حبيبتي تسلمي لي قلبي، الله يحفظك. شوفي الكون كله مبني على فكرة واحدة، انك تحب نفسك، متصالح مع ذاتك. خلاص عرفت نفسك، عرفت ربك، اذا عرفت التعامل مع الكون، اذا انت تروح تجي للدنيا وتروح منها بسلام، وبعد وراك جنة. ليش؟ لانك تصرفت صح. والكون كله مبني على هالنظرية. اهتمي في نفسك، تفاهمي معاها، اعملي حالة صلح معاها، وطز بالآخرين أيا كانوا. طز. ما بي أحد يزعل مني على إجابتي. إيش رايش في موضوع الزواج المشروط، سرية، عدم الإنجاب؟ أختي هذا وجهة نظري التافهة. هذا زنا بس بورقة رسمية. بس اللي يكون كذي، اللي بواحد بيتزوجني ويطلب مني هالشروط وهو يبي يزني معاي، بس هو يبي قدام الناس وقدام نفسه يقنع نفسه انه هو مو زاني، فيبي يحط ورقة مسيار، سميها اللي تسميها. هذا رأيي. I love you حبيبتي. I love you حبيبتي. واقي الشمس يسوي سرطان في الجلد. يس، هذا مو رأيي أنا، هذه أبحاث موجودة، بس هم عشان يبيعونه لكم. أنا ما أخذ أي شيء في واقي شمس. لا بغيت أطلع في الشمس، أول شيء أنا بشرتي سبحان الله تحمل الشمس، على بشرتي نظيفة تهبل. ليش؟ لأن بشرتي متغذية من داخلها، فيها زيوت مفيدة من داخلها مش من برا. أنا بشرتي ما تزيت زين، لأني آكل الزيوت المفيدة، ابتعد عن الزيوت المضرة، وأكلي صحيح، فبشرتي متغذية من داخل، فالشمس ما تضرها. في حالة الشمس كانت واجد حارة وبحر وكذي، أحط زيت السمسم أو زيت جوز الهند بس. ما أنصح بالسان بلوك أو الواقي، إلا لو كان عضوي أورجانيك اللي هو مكوناته من زيت السمسم. يعني في واقي
للبشرة عضوي يجي من متكون من زيت السمسم، فقط أنصح فيه، بغير كذا طبعا يسوي سرطانات طبعا. تومي تقول إن هي ظلموها بس ودها إن تجيهم الكارما. ما راح تجيهم، لأن الكارما ما تجي عشان خاطر ظلموك، لا، لأن ممكن إحنا سحبنا الظلم لأنفسنا بطريقة أو بأخرى، لأن إحنا نستحق هذا الظلم بهذاك الوقت. ليش؟ لأن كنا ظالمين أنفسنا، مو ضروري ظالمين حد، ظلمنا أنفسنا فيتسلط علينا اللي يظلمنا، وخاصة اللي يكونون أقرباء مننا. أرجوش ما تنطرين الكارما ولا فكرة الكارما. قولي الحمد لله، سوي جلسات صلح وتسامح، وقولي أنا آسفة يا نفسي اني ممكن اكون ظلمتش، ذاتس واي تسلط علي اللي يظلمني. سامحي نفسك، صالحيها، راح تصالحين مع الكل، ما راح تشوفين في حد ظلمك، راح تشوفين ان كل حد تصرف معاك بوقت ما عشان يخدمك، عشان يقوي منك. تمام، خذيها انه مصدر قوة. انسي الكارما، انسيها. سلمي لي على امك حبيبي، سلمي لي. سمورة، فديت روحك على هالكلام الطيب. عصير الاخضر، الكرافس اللي هو السلري والخيار الكبار اللي فيه ماي، أتمنى تجيبينهم عضويين، والبقدونس والكزبرة وشوية جزر، شوية زنجبيل، شوية كركم فريش، عشبة القمح البودرة ملعقة تحطين معاه، وتاخذينه الصباح على الريق حلو، والعصر فيش تاخذينه بس مو في الليل ينشط. بالنسبة للشعر تقولين تساقط الشعر، افحصي الغدة ماماتي، افحصي جارات الغدة الدرقية وليس بس الغدة الدرقية، اسمه النيبرز جلاند، اوكي، جارات الغدة الدرقية افحصيهم، شوفي الانتي بوديز، الاجسام المضادة، وخذي زنك سيلينيوم يود، شوفي الحديد اذا كان عندك ناقص اضربي ويا العصير اللي قلت لك شمندر، وسوي شاي الزبيب، تنصح فيه دكتورة رندا، يرفع الحديد. شاي الزبيب الأسود تجيبوه من اليمنيين يبيعونه شاطرين فيه، جيبيه وفوريه الشاي وشربي شاي الزبيب يوميا، يرفع الحديد. شمندراية اغسليها كل يوم، تكون إذا عضوية لا تقشرينها تكفين، ولا تشيلين الورق مالها، بالورق اضربيها، عصريها على هذا وش يقولوا العصارة البطيئة مع العصير الأخضر. والغدة زنك وسيلينيوم ويود، واعملي فحص الغدد، وإن شاء الله ما في شيء قلبي. حبيبتي نغم تقول غيرتي كل حياتي وإيش فقدتيني كثير، ما فهمتها. كثير أحبك نغم من فلسطين. سؤالي كيف أتخلص من التعلق في الأمور والأحداث؟ كل ما أتعلق بشيء يهرب مني. شرحت قبل شوي فيديو، ادخلي على الفيديوهات اللي قبل عن التعلق، قلت ان التعلق في الله رفعة، والتعلق في البشر ذل وإهانة. انت تختارين يا في الرفعة يا في الإهانة، القرار عندك نغومة. واحنا الأقوياء ما نتعلق إلا باللي يرفعنا، كذي أبيك. حبيبي أشرف، لا أنا ممكن أرسل لك ورد المصحة المجانين اللي انت فيها يا قلبي أفضل. حبيبي أشرف، لا هلا أم إيمان حبيبتي، أسأل كيف تاخذين حبوب الكتان؟ هي بذور الكتان وبذور الشيا، حطيهم بماء في الليل قبل تنامين، حطيهم داخل الثلاجة، اخلطيهم كويس مع الماء، حطيهم داخل الثلاجة، ويوم تصحين كليهم. هذه الطريقة. فيش تحطيهم بعدين مع روب مع كل شيء، بس المهم لازم يتنقعينهم عشان سبراوت، عشان ما أعرف أقولها، يتبرعمون. لازم تجيهم الحياة، لأن البذر لازم تجي له حياة. تمام حبيبتي؟ يا حبيبتي يا بعد الدنيا، حسبي الله ونعم الوكيل في كل دكتور ما يشيك على أساس المشكلة، يعطون بس الدواء من غير ما يشيكون على أساس المشكلة ويحلونها، ويطلع حلها أبسط من البساطة. أختي روحي أول شي تابعي دكتور كريم علي ودكتور بيرج بالنسبة للغدة، دايركت روحي نظام الكيتو، وخذي الآيودين، اطلبي اليود ثم اليود ثم اليود. شوفي حلقة كريم علي عن اليود، زين، يود وزنك وسيلينيوم. وروحي حق الحضارة مواجد عندهم القسط النبوي أو القسط الهندي، خذيه مع ملعقة شاي قسط هندي مع ملعقة كبيرة زيت زيتون مرتين في اليوم، وبعد شهر أمي راح تقطين كل هالأدوية. تمام، من نفسك راح تقطين، لأنه راح تعملين فحص راح تطلع الغدة سليمة، وظلش عليه 3 أشهر.
في الشهر 3 أسابيع، في الأسبوع 6 أيام، القسط الهندي مع الزنك والسيلينيوم واليود. حبيبتي تابعي كريم علي. حياتي أنا أحبك تاخذين رأي أهلك يغصبوك على تخصص ما تحبينه. ما أدري والله شو أقول لك. فكري فكرة ذكية تخليك تروحين للتخصص اللي تحبينه. فكري أنت يطلبي من الله يعطيك إياها بأمانة، لأنه ما أقدر أشور عليك. أبي أنت تفكرين تطلبي من الله، قولي يا رب أنت تعرفني أن أنا أحب هذا الشيء وأهلي بيحرموني منه، ممكن تساعدني؟ وانطري شوفي كيف الإجابة تجي من الله، وراح تذكريني طرشيني مسج قولي لي شمس انحلت معاي بليز. رحاب حبيبتي ألف سلامة. الثعلبة طبعا هي معناها أن الجهاز المناعي قاعد يهاجم الإنسان نفسه بسبب صدمة نفسية، بسبب أكثر شيء، أو بكتيريا. في فاطمة اللي هي مركز عطايا في الكويت، هاي تخصص، هاي خبلة، هذه تطلع الشعر من منبت أمه. فاطمة اللي مركز عطايا في الكويت، الوحيدة اللي أقدر أنصح فيها. هاي حبيبتي خولة من الأردن تقول حابة تعطيني طريقة أخفف من التفكير. ما في شيء اسمه طريقة، في شيء اسمه تحاولين هذا التفكير الزايد في الآخرين في نفسك. بسيط، من الآخر إلى خولة، أو الأفضل في الله. بس بسيط الموضوع. وسيلة تقول حبيبتي إنسانة راقية، شكرا تدخل القلب، ثانك يو، خليتيني أبحث وأعمل شو آكل، مشكورة. كيف أعرف الخضار أنها 100% عضوية؟ هل هناك طريقة في فرنسا؟ شكرا على كل شيء. في باغي حبيبتي بيكتبولش عليه بيو، BIO، تمام، يعني بايو يعني أورجانيك. ما يكتبون في فرنسا أورجانيك، يكتبون بيو أو بيولوجيك. أوكي يس بيولوجيك I think so. زين في فرنسا، فأي شيء علامة الاتحاد الأوروبي في فرنسا BIO يعني معناها هذا عضوي. اتكلي على الله.